السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مع الجديد في الغزو والنسيج. جمعة الأول طيبة مباركة عليكم. النهاردة 29/11/2024. هتكلم في خاطرة عن أسعار الوصول. لو احنا عملنا مثلا كيرف كده وكتبنا فيه السعر، أو الأفضل هنكتب التايم، التوقيت، وهنا السعر، البرايس. خلي بالك في حته معينه هتكلم عن اسعار اكتر نمره مشهوره في مصر بنستوردها من الصين، ال 30/1 البوليستر، او ال 30/1 الاسبان البوليستر. خلي بالك من الكيرف ده كده، هتلاقي الاسعار بترتفع وتروح جايه نازله تاني. ده بتعتمد على اسعار البترول، الاويل. اهم حاجه البترول ده ما يزيدش عن ال 100 دولار للبرميل. طيب اعلى سعر بيبقى في البوليستر لو وصل مثلا لل 95 ل 100 هتلاقيه $95. خلي بالك قوي. حاليا السعر بيصل في المنطقه دي كام؟ تقريبا $60. غالبا البوليستر بيبتدي من $48. فالمتوسط او الكويس جدا في الرينج ده بيبتدي $60. لكن 1.95 ده بيعتبر غالي جدا، نتيجه طبعا انا قلت لحضراتكم اسعار البترول. اكتر دوله مستحوذه على البوليستر في العالم هي الصين. خلي بالك قوي من حته معينه في الصين، في شركات كتيره مشهوره. يعني انت لو قلت شركات معينه او براندات، هي مش شركات، هي عباره عن مكاتب تجاريه بس بتاخد من شركات كبيره بتعمل شعيرات 1.4 دنيا في 38 مللي طول الشعيره، فيرجن بيديك سبان بوليستر كويس. طيب ده بالنسبه للسبان. خلي بالك من $95 ده ما تشتريش. $60 ماشي شغال، طبعا $48 ده بيعتبر اقل حاجه. طب لو احنا جينا نشوف الهند، نفس الكيرف ده، نفس الكيرف، هتجد ان اسعار البوليستر ممكن تصل إلى $4. أنا بتكلم عن 30/1 المنشط كومباكت. طب حاليا أصلا بيلعب في الرينج ده، سعره كويس جدا $3. كان أقل سعر ليه بيبتدي هنا $2.90 للكيلو. ده في ناس كتير اشترت، دي نتيجه كساد اقتصادي، اسعار شحن. 3.10 ماشي اشتري، 30 ماشي اشتري. في الرينج ده اعرف اللي هيبتدي ينزل تاني مره اخرى. فدي عباره عن خاطره بسيطه عن اسعار النزول عموما في العالم. احنا عندنا يا رب في مصر عندنا انظف شعيرات موجوده في العالم. عندك التربه المصريه تربه قابله لزراعه القطن المصري. انا بتكلم غير ان القطن المصري مشهور انه بيحافظ على التربه المصريه، بتحب القطن. ماشي، التربه المصريه دايما اعرفها كده بتحب زراعه القطن المصري. احنا حاليا في بذور بتبقى سيئه وفي بذور بتبقى جيده، لان صناعه الغزل والنسيج هي صناعه متكامله، بتعتمد على الصناعه، بتعتمد على الري، بتعتمد على الجوده، بتعتمد على حاجات كتيره جدا صناعه الغزل والنسيج. لكن خدها قاعده، التربه المصريه بتحب القطن، زراعه القطن. نكمل تاني بعدين. حلو.